السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. احنا النهاردة هنعمل حلاوة ليها موسم، بس احنا مش عاملينها في الموسم بتاعها، دي هنعملها في اي وقت من اوقات السنة. الموسم بتاعها لما تبقى فيه ده مخصص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر وقراءة القرآن. كده احنا هنعمل معايا كوبايتين سكر مقدار 500 جرام، نص كيلو سكر، ومعايا نص كيلو سمسم، معايا نص كيلو سوداني، معايا نص كيلو حمص. فانا كده نص كيلو هياخد مني مقدار كوبايتين سكر 500 جرام و... وكوباية الا ربع مية، و250 جرام عسل جلوكوز، تمام، ونص معلقة كربونات الصوديوم، وما بين صوابعي ملح عشان يعدل الطعم بتاع الحلاوة، وماء ورد او فانيليا سايلة، مش فانيليا سكر. تمام، انا كل اللي معايا كده ومعلقة ليمون كبيرة. انا كده بحط المية، حطيت السكر، وانا حطيت مقداريا عشان هعمل نص كيلو سمسم ونص كيلو حمص ونص كيلو سوداني، فانا حطيت لمقداريا، وهعمل مرة تاني لحاجة تاني منهم اللي هتفضل هي اللي هعمل لها تاني. كده هعمل حاجتين، انا كيلو من الحاجتين دول هميتي، ان كان سمسم وسوداني او حمص او يعني الحاجة من دول. تمام، انا هحط معلقة ليمون من الليمون اللي انا عصراه، وهحطهم ارفعهم على النار حيث ان ما يغلوا كده. هحط عليهم وهحط تلج في جنبي، بمية ساقعة يعني ما فيها تلج مجروش، عشان اقيس نبض الحلاوة كل شوية، اشوفها لسه عليها ولا خلاص كده استوت، حيث ما تكسر معي الحلاوة لما احطها في التلج كده تبقى استوت تمام. هنا غلط، احط الملح، وهحط عسل الجلوكوز. المفروض عسل الجلوكوز الافضل ليه يتحط حتى ما المية بسكر تفك على النار على طول، عشان ما يديش لون معانا. تمام، غلط كده. خلاص انا كده هجرب برضو في المية واشوف الحلاوة. هي جربت تستوي، هبصوا هديت عليها النار، هي كده ما تقطع معي. انا بحط العسل الجلوكوز 250 جرام عسل جلوكوز، عليهم 500 جرام سكر، عليهم 200 جرام مية، وما بين صوابعك ملح، ونص معلقة صغيرة كربونات الصوديوم، وماء ورد أو فانيليا سائل، اللي هو يعني حبة كده. اللي يحب ماء الورد يحط ريحته، واللي يحب الفانيليا السائل ريحة الفانيليا يحط، بس الفانيليا سائل ما يحطش فانيليا سكر. تمام يا حبايبي، بصوا كده انا كده خلاص اخر مرحلة معي هحطها الكربونات الصوديوم، هي اللي هتبقى اخر حاجة، عشان هي ما تتحطش غير اخر مرحلة وانا هطفي النار عليها على طول، حتى ما احطها هطفي النار اهي معاكم كده.
وبتخلي العسل يبيض ويفور. ففي الوقت ده أنا بطفي النار. كبات السكر عليها وقلبتها، بس أنا ما قدرتش أصور في الوقت ده المقطع وأنا بكب السكر وأحركه على النار، عشان خفت الطاسة تتكب مني. بس فزي ما انتوا شايفين الشعيرات بتاعت السمسم موجودة فيه وهو نازل كده، تعرفيها ان هي الحلاوة ناجحة معاك. وادوس عليها قوام، اضغط عليها هي سخنة مولعة، فلازم افردها، اجيب النشابة افردها بيها بسرعة عشان سخنة على ايدي، عشان اقدر اقطعها وهي يعني لسه يعني متهودة شوية معايا، طرية شوية. وأعملها بسمك يعني مش تخين، عشان تبقى سهلة في القطم، وتبقى خفيفة معايا. هوريكم السمك بتاعها. أنا حاطة صاجة، أي حاجة تحطي، صاجة صينية عادية ألمونيوم، أي حاجة تحطيها تفردي فيها مشمع. أهم حاجة مشمع بلاستيك، ده يسهلك الموضوع خالص. يعني أنا بعد ما أخلص كده تسويتها أسويها في الصينية حلو كويس كده، عشان تتساوى كويس، وأقطعها زي ما أنا عايزة، صغيرة كبيرة. ده حاجة أنا مش راح أبيعها، هقيسها ولا هوزنها ولا الكلام ده هعملها في البيت، هقطعها زي ما أحب. فالمشمع هبصوا كده، شايفين الحجم بتاعها؟ هوريها لكم دار تاني. هبصوا، شايفين يا حبايبي؟ اهو ده السمك بتاع الحلاوة، عشان ما تبقاش تخينة وناشفة عليكم. انا هقطعها بسرعة في الوقت اللي هي سخنة فيه، عشان لو نشفت مش هقدر اقطعها. عشان هعمل الفول بعد السمسم على طول، هحط له العسل سخن لسه، فانا بلحق افرد السمسم بسرعة واقطعه وأوريهولكم دلوقتي حالا. هو بينشف في وقتها، يعني مش بياخد وقت. هقطعه شرايط كده طويلة، بعد كده هجيبها بالعرض زي ما انتوا شايفين، زي ما تحبوا تقطعوها، صغيرة كبيرة اللي انتوا عايزين براحتكم. وطبعا الشتاء داخل علينا وعليكم بخير ان شاء الله، فبتحب الحاجات الحلوة المسكرة، يعني الحلاوة تبقى حلوة دي في الشتاء، تعملوها في البيت نظيفة، وتوفر عليكم. هي الحاجة غالية دلوقتي، كل حاجة غليت، ربنا يرحمنا. بس هيجمع لك النص كيلو، هيجمع كتير، وهيرمي معاك حبة كبيرة. أحسن لو انت اشتريتي هتشتريها غالية، هتبقى حبة قليلة خالص. بصوا زي ما انتوا شايفين الحجم بتاعها. انا شديت المشمع من الصاج وحطيته على الرخامة بكل سهولة. ودي انا حطيت الكربونات والصوديوم عشان هرمي فيها الفول اهو. عمل كده، احط الفول، بس ده عايزة وقت سريع سريع، ما عايزاش انك انت يعني تريحي فيها، عايزة السرعة. شايفينها هقلبها على النار، وانا طفيت عليها على طول وحطيتها بقلبها وهي في وقت السخونة كده، عشان اعرف افضيها على الصاج برضو، واحط له مشمع واركنه على بال ما احط المية بسكر للحمص اغليه. انا طبعا وريتكم الاولاني، فمش هوريكم، خلاص كده كفاية عليكم، شفتوا المقدار الاولاني وانا قلت مرة واتنين. فاعمل المقدار التاني كده للحمص، واحط فيه الحمص وافرده قدامكم، برضو هفرد الحمص قدامكم. يعني كده انتوا دي الفولية اتفردت، وهقطعها قبل ما تبرد.
عشان لما تبرد هتدبت مني ومش هقدر اقطعها. انا مقطع السمسمية وحطها على المفرش، يعني حبة حلوين جو، بسم الله ما شاء الله. انا مزودة للفول العسل، عشان الفول يعني اعرف اقطعه، عشان هو بيبقى تابت وشديد، يعني شديد كده في التقطيع. فانا مزودة له الحلاوة حبة، عشان ملحقتش السرعة جوه. بس وحطيت الحمص على في الحلاوة برضو اللي عملتها، وهحطه. شايفين الشعيرات اللي باينة دي يا حبايبي، اللي هي عاملة زي غزل البنات؟ هي دي اللي تخلي تبقى تعرف ان الحلاوة بتاعتك ناجحة 100%. هفردها في الصاج برضو بسرعة، وهقطعها عشان مش عايزة وقت. بس مش عارفة انا التصوير عمل ليه معايا كده، بصراحة مش عارفة ايه اللي حصل له. التصوير كان كويس، انا قطعتها وخلصت واوريها لكم اهو. برفعها على طول، تبقى يعني مسكت في وقتها، مش بتاخد وقت. كده بكده ارفعها بكيسها من الصاج او ارفع كده الكيس اللي في الصاج واحوش بيه، هحطها في علبة لو حبيت اشيلها، واحط يعني مشمع بتاع تلاجة، على اساس بين كل راج وراج، واقفل العلبة عليها كويس، وهتقعد معاكم وبالهنا والشفا. متنسونيش في اللايك والشير، وشيروا الفيديو ولايك بالله عليكم. ومع سلامة الله، السلام عليكم.